بنشوف صناع المحتوى او الستريمرز عندهم اكتر من شاشة لنفس الجهاز، استخدامها ايه وليه ممكن تركب اكتر من شاشة على نفس الكمبيوتر، وهل الشاشة الكيرف تغنيك عن استخدام شاشتين؟ الستريمرز كلهم سواء بيستريموا على تويتش او يوتيوب بيحتاجوا يتابعوا شات المتابعين وهم بيلعبوا، او بيحتاجوا ان هم يتابعوا البث نفسه عشان يتاكدوا ان البث سليم، وده بيبقى صعب عليهم يعملوه لو عندهم شاشة واحدة لانها مستخدمة بشكل كامل من اللعبة، فهنا وجود شاشة ثانوية بيسهل عليهم كتير. طب بالنسبة بقى لصناع المحتوى، شغل المونتاج وصناعة الفيديوهات بيحتاج شغل مالتي تاسكينج كتير، بيحتاج اكتر من نافذة تكون مفتوحة في نفس الوقت قدام عينيك. ممكن شاشتين يسهلوا عليك الامور، والافضل من الشاشتين لو انت صانع محتوى هي شاشة واحدة كيرف. طب لو عندي الشاشة الاساسية 144 هرتز وحجمها كبير، لازم اجيب الشاشة الثانوية بنفس الامكانيات؟ لا، باين من اسمها شاشة ثانوية، عينك مش طول الوقت او اغلبية الوقت عليه، فعادي ممكن تجيبها 60 هرتز حجمها صغير مش هتفرق لانها عامل مساعد مش اكتر. فلو انت ستريمر او صانع محتوى انصحك تجيب شاشة ثانوية للجهاز بتاعك، هتسهل عليك الشغل كتير، او تستخدم اي لابتوب عندك قديم كشاشة تانية للكمبيوتر بتاعك، وهقول لك ازاي الفيديو الجاي. ما تنسانيش ومتابعه لايك للفيديو، هتلاقي الشانل بتاعت اليوتيوب بتاعتي في بروفايل على التيك توك، خش اعمل اشتراك لو عايز فيديوهات بدأ التفاصيل، وهتلاقي الانستجرام كمان لو عندك اي استفسار ابعتولي عليه. فولو للكمبيوتر انجلش.